بعد انتقال عمر مرموش لمانشستر سيتي بشكل رسمي، ودي اكبر نقله للاعب كره قدم مصري بعد انتقال محمد صلاح لتشيلسي وبعد كده ليفربول في اخر انتقال ليه، اتحققت ظاهره او نظريه ستيف واللي اسمها الدوامه التصاعديه، واللي الدحيح اتكلم عنها قبل كده في حلقه من حلقاته ليه المصريين جامدين في الاسكواش. وعلشان تعرفوا ايه هي الدوامه التصاعديه، فدي معناها ان النجاح لو طلع مره بشكل عشوائي فده بيبتدي يولد منظومه حواليه تؤدي لنجاحات متتاليه، وده اللي حصل بالظبط في الاسكواش من التسعينات، من وقت ظهور احمد براده لحد السنه دي مصر اكتسحت الاسكواش عالميا وطلعت لعيبه احسن من براده بمراحل. فالاطفال اللي كانوا بيتفرجوا على براده في الملعب وصلوا انهم نجوم اللعبه دلوقتي اكتر من براده نفسه. ممكن نقول واحد زي ميدو من اللعيبه اللي ساهمت في انه يحط اسم مصر في الدوري الانجليزي ودوريات اوروبا. ممكن تكون مسيرته مش قويه، لكنه من العواميد الاساسيه في محترفين مصر. وفي نفس الوقت ظهر محمد زيدان، وبعديه ظهر اعظم لاعب افريقي في تاريخ افريقيا محمد صلاح، اهم واعظم محترف مصر، وحقق ارقام مرعبه خرافيه لحد وقتنا هذا. محمد صلاح قصه كفاحه رهيبه، من لاعب بيركب القطر من بلده في طنطا لاهم لاعب في الدوري الانجليزي. مرموش بيجي في 2025 عشان يكمل النظريه دي، ان لو حد نجح ممكن يظهر وراه ناس تانية تنجح كمان ونجاح اكتر من النجاح اللي حصل قبل كده. ونفس النظريه دي ممكن نطبقها في الطب، زي دكتور مجدي يعقوب. التيم المصري اللي معاه اسطوري، واكيد هيطلع ناس من التيم ده احسن من الدكتور مجدي يعقوب نفسه. وهو قالها بنفسه في احد اللقاءات ان في ناس هتطلع احسن منه بكتير. وكذلك الامر لو رحنا لمنتخب مصر لكرة اليد اللي بيقدم نجاحات عالمية من التسعينات لحد دلوقتي، عمر مرموش بيدخل التاريخ من اوسع ابوابه، وهيحاول ينجح ويكمل نجاح محمد صلاح. الفكرة في الالهام، واكيد محمد صلاح الهم عمر مرموش، ويا رب نشوف لعيبة تانية مصريين كتير.